السلام عليكم. الفيديو ده مراجعة لهاتف اقتصادي من شاومي وهو البوكو سي 85. وهقولك الجهاز بينافس في فئته ولا ما يستاهلش انك تشتريه، وهقولك على ابرز عيوبه خلال الفيديو ده. بس لو لسه ما اشتركتش في القناة اكيد اشتراكك دعم لينا، ويلا بينا. في البداية أول حاجة التصميم بالنسبة ليا ما فيهوش حاجة مبهرة قد الختم ده. يعني البوكو سي 85 كلمة دي كده ظاهرة هنا، هي دي الحاجة المبهرة بالنسبة لي. التصميم بالنسبة لي تصميم عادي، والخامات الخامات زيها زي أي موبايل، مفيش أي انبهار. الخامات جاية من هنا من البولي كربون. وكمان عندك وزن الهاتف نفسه 205 جرام، و205 جرام في 2026 او في نهاية 2025 موبايل ينزل بالوزن ده؟ لا مش افضل حاجة. والسمك كمان الموبايل برضو لا، احنا بنتكلم في انفينكس هوت 60 برو في 6.6 ملي، بنتكلم في ده فوق ال 8 ملي، 8.2 من 10 ملي. وكمان عندك الجهاز جاي بشهادة اي بي 64، وهي مقاومة لرذاذ الماء او لطرطشة المية الخفيفة. وعامة انا بالنسبة لطرطشة المية او مقاومة المية دايما ما بنصحش اي حد بيها، حتى لو الجهاز فيه مقاومة مية عالية. للغمر ما بنصحش لان الشركات نفسها ما بتديش ضمان ضد عيوب المية. اذا كده الشركات مش متأكدة، لان انت مجرد ما تفتح بيت الشريحة ده بيكون في حاجة زي المطاط كده هنا، لما بتفتح بيت الشريحة مرة واتنين وتلاتة اكيد مقاومة المية بتروح، لان المطاط ده بيضعف معاه. عشان ما نطولش في التصميم يلا بينا نروح نشوف ايه الحاجات اللي هتخلينا نشتري الهاتف ده او ما نشتريهوش. واول حاجة هنا وهي الشاشة كبيرة. الشاشة جاية بحجم 6.9 انش. الشاشة كبيرة، هتحسها ان الشاشة هنا كبيرة، لا الشاشة كحجم لا الشاشة كويسة محترمة. بس بقى بدقة اتش دي بلس مع حجم الشاشة ده هتديك توزيع بكسلات مش هو الافضل في فئته، مش هو الافضل في الفئة السعرية كتوزيع بكسلات. لا الشاشة دي وشكل النوتش القديم ده انا دايما بتكلم عنه، بس هنا هتكلم عنه بالذات حبتين، لان في سامسونج انا بتكلم عنه بس سامسونج بتكون مدياني شاشة امولود او شاشة ممكن تكون اعلى من دي، فممكن نتغاضى عنها شوية. وحواف الشاشة هنا متوسطة للصراحة، مش هقولك كبيرة ومش هقولك صغيرة، هي بالنسبة لي متوسطة. وكمان عندك بقى تردد الشاشة جاية ب120 هرتز، وال120 هرتز هنا لا يعني ممكن نقول حاجة نقطة كويسة للشاشة اللي هو تردد الشاشة. وهنا جاية بسطوع 800 نيتس، ودي طبعا مش الافضل تحت اشعة الشمس. وبالنسبة للفئة السعرية لا هي مش الافضل خالص، وكتجربة تحت اشعة الشمس مش هتكون معاك هي الافضل. ودي كانت الشاشة بالنسبة لنا الفئة السعرية دي، لا دي شاشة لا في افضل منها بكتير جدا في الفئة السعرية دي، وممكن نستغنى عنها ونبدلها بموبايلات تانية لو اكتر حاجة تهمك الشاشة. اما بقى المعالج والاداء، الموبايل ده جاي بمعالج من ميديا تك وهو الهيليو جي 81. والهيليو جي 81 جاي هنا بمعمارية 12 نانومتر. والمعالج ده كأداء لا مش هو الافضل في الفئة. لو انت حابب المعالج مع الواجهة التقيلة اللي هي واجهة هايبر او اس بتاعت شاومي، فالمعالج ده مع الواجهة لا كأداء مش هيكون هو الافضل في الفئة السعرية. ويا جماعة انا لو حد اشترى الموبايل وبيسمعني دلوقتي، انا ما اقصدش ان انا اكرهك في موبايلك، او انا مش جاي على الموبايل او مش ظالم الموبايل، لان النسخة هنا التمانية 256 من 6800 جنيه او 7000 جنيه تقريبا. في السعر ده من 6800 ل7000 جنيه. وده التسعير يوم ما انا كنت بصور الفيديو، يعني يوم ما الفيديو بيصور بما يعادل 185 دولار 186 دولار. فانا بتكلم على الفئة السعرية. الفئة السعرية دي في افضل منها بكتير من البوكو كمعالج جي 81 استخدام يومي مع العاب خفيفة او متوسطة، مش ده الافضل. ومع واجهة شاومي اللي انا عن نفسي عندي مشاكل معاها ان هي تقيلة، ومع المعالج ده لا مش هي الافضل خالص. وهقول لك على بدايل ممكن تكون في نفس السعر ده وافضل بكتير في خلال الفيديو واحنا بنتكلم عن الموبايل ده. الجهاز جاي باندرويد 15 مع واجهة شاومي المعروفة هايبر او اس. اما هنا كاميرات الموبايل فهو جاي بكاميرا خلفية 50 ميجا بكسل،
وما فيهوش تصوير واسع. في التصوير الواسع مش ما تحسش ان هو اساسا هيصور معاك اي تصوير واسع. وكمان الكاميرا الامامية هنا 8 ميجا بكسل. وبالنسبة لنا كأداء كاميرات وكتجربة كاميرات، لا هو مش الافضل في الفئة السعرية دي. وانا صعبان عليا ان انا عمال اتكلم كده عن الموبايل، لكن انا واجبي ان انا انقل لك تجربتي في خلال الموبايل ده. الموبايل ده ممكن اخد نفس المعالج ده في موبايلات، ممكن نحكي في 4800 جنيه او 5000 جنيه. ممكن احصل المعالج ده بنفس المعمارية بنفس المعالج بنفس الاداء. هيكون في فرق سعر كبير حوالي 2000 جنيه، او بما يعادل تقريبا ممكن مثلا نقول $50 مثلا او $40 بيكون الفرق ده بين الموبايل اللي انا هجيبه بنفس المعالج ونفس الاداء وبين الموبايل البوكو سي 85. اما الصوت بقى هنا فالصوت مونو، وكمان بيدعم معاك ال3.5 ملي، وكمان بيدعم معاك البطارية هنا 6000 ملي امبير مع شاحن 33 واط. والشاحن موجود في العلبة. وموجود في العلبة النهاردة يعني ممكن نقول بالنسبة للشركات التانية هي ميزة، لكن خليني اقول لك بصراحة تجربة البطارية من خلال استخدامي. تجربة البطارية مع واجهة شاومي مع المعالج بمعمارية 12 نانومتر هتديك تقريبا نفس التجربة 5000 ملي امبير. بمعنى ان كل ما كانت معمارية الجهاز او معمارية المعالج اعلى كل ما كان استهلاك الطاقة اعلى. واجهة شاومي تقيلة غير واجهات اوبو وريلمي والواجهات التانية، دايما بتحسي فيها معالجة عشان ما تاخدش معاك او ما تستهلكش طاقة كتير. لكن واجهة هايبر او اس هي تقيلة بطبعها مع معالج بقى بمعمارية 12 نانومتر، فمش هيحسسك ان البطارية 6000 ملي امبير. وزي ما انا قلت لك سرعة الشاحن 33 واط والشاحن موجود معاه في العلبة. تعالى بقى لو وصلت لحد هنا اقول لك خلاصة الموبايل، بس لو لسه ما عملتش لايكك اكيد لايكك دعم لينا. خلاصة الموبايل ده لو انت متمسك بشركة شاومي فانا هقول لك هو يشبه ال 15 سي. يشبه ال 15 سي الى حد كبير يشبه ال 15 سي. بس الموبايل هنا داعم لل NFC، ودي ميزة من مميزات الموبايل ان هو داعم لل NFC في الفئة السعرية دي. تعال بقى اقول لك خلاصة الموبايل ده. الموبايل ده لو انت حابب في نفس السعر ده حاجة ممكن تسيب لي تعليق وانا ارشح لك اكتر من موبايل في السعر ده. لو حابب نفس المعالج ونفس الاداء ممكن ارشح لك موبايلات بسعر اقل من ده وتجيبها ومعها توفر فلوس كتير لو انت حابب نفس الاداء ونفس المعالج. غير انت بس كل اللي عليك هتسيب لي تعليق بالبادجت بتاعتك وانا هرشح لك افضل موبايل. اسف لو حد اشترى الموبايل وسمع مني الكلام ده، لان بس دي دوري وده واجبي ان انا اوضح لك ايه الصح من الغلط، علشان قبل ما تشتري دي فلوسك ومن حقك تخاف عليها.